بص، هي فكره الكامبين فاريشنز، ليه بنقول دايما لما يكون عندنا كامبين لحاجه معينه يكون في منها اكتر من اعلان؟ ليه بنقول الكلام ده؟ لانه المفروض ان انت بشكل ما، طبعا انت بتبني ليرنينج كيرف مع الوقت، فبتكون خبره تعرف ايه اللي بيجيب وايه اللي ما بيجيبش. بس حتى لما تعرف الكلام ده، في بعض الاوقات هتبقى انت عندك توقعات لاعلان معين انه هيجيب معاك نتيجه، وتكتشف ان في اعلان بهوك تاني او بانجل تانيه جاب نتيجه اكتر. وبالتالي فبنقول لازم يكون عندنا كذا فاريشن. عشان ايه؟ عشان انت لما تيجي تشتغل انت بتتحرك بالفاريشنز دي كلها وبتراقب النتائج. يعني لو وليكن عندك 4 نماذج اعلانات، الاربع نماذج اعلانات دول كل واحد منهم هيعمل نتيجه معينه، وهتبتدي تبص على الارقام وتحللها. ممكن جدا تلاقي ان كلهم شغالين كويس، وارد، صحيح ان ده ممكن يبقى نادر شويه، ولكن ممكن تلاقي اكتر من اعلان شغال كويس. ده معناه ايه؟ معناه ان ممكن كل انجل ليها الجمهور بتاعها، ليها البيرسونا اللي كانت يعني اعجبت شويه باللي انت باللي انت بتعمله. وبالتالي الموضوع تحول ما بين من بعد ما انت كنت عايز تركز على اعلان او انجل واحده، اكتشفت لا، ده في انجل تانية او ثالثه كمان جابت نتيجه كويس. يبقى كويس جدا، يبقى انت دلوقتي ممكن جدا تبقى بتشتغل على الانجلز دي في الكامبينز اللي بعدها. وبالتالي لما بيجي نفكر في حاجه بنقول كامبين، مش بنفكر في اعلان. مش مجرد اعلان ممول. انا عايز اعلان ممول. التمويل ده يا جماعه مره اخرى ما هو الا وسيله انا بديليفر بيها الرساله بتاعتي للجمهور. ليه؟ لان الاورجانيك ريتش مش بيخدم كويس. الاورجانيك ريتش ممكن يخدم على المدى الطويل شويه، ولكن المشكله دايما بتبقى فيه، المشكله دايما بتبقى في ان انا لو انا النهارده عايز اعمل كامبين كبيره وعايز اجيب ترافيك كبير على ويب سايت او على سيلز بيج عندي، ببيع حاجه محدده وعايز تارجت اعمله خلال شهر او كده، ده لازم ببيد ادز، مش هتيجي خالص بالاورجانيك كونتنت يعني. وبالتالي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها ان احنا عايزين نكون موجهين رسالتنا بشكل محدد لجمهور محدد احنا بنستهدفه بالحملات المدفوعه. انما فكره ان انا بشغل اعلان لحمله، مجرد انا حمله مدفوعه طلعتها ايا كان محتواها ايه ورايحه فين والكلام ده، ان هو اسمها اعلان وما فيش ما فيش اعلان ممول بيعيش بزنس وبيقومه. لا، ممكن يعني يجيب لك شويه نتائج صغيره كده، انما بزنس كبير وعايز تعمل تارجت ويبقى عندك الاف او مئات العملاء ياخدوا يشتروا الخدمه بتاعتك، لا، الكلام ده مش هيعمله غير كامبينز. والكامبينز قبل ما تكون مدفوعه الاول لازم نفكر استراتيجيه المحتوى اللي هيتقال جواها ايه. وكمان غير الحته بتاعت الاعلانات، يعني ما انت دلوقتي لما بتيجي تعمل اعلان وبتجيب الناس على الترافيك على الويب سايت او على حتى جوه على السوشيال ميديا، ما هم لازم يلاقوا صوره تكمل الكلام. يعني انت لو فرضنا ان انت عامل اعلان شغال على انجل كويسه قوي على فشغلتها اعلان انستجرام او تيك توك او فيسبوك او كده، طيب اللي شاف الاعلان تاثر بيه واعجب فقام ضغط راح على الويب سايت، لو راح يلاقي الويب سايت السيلز بيج او اللاندنج بيج اللي هينزل عليها مش بتكمل الصوره اللي هو عايزها وبتدي فاليو اقوى من اللي اتقالت في الاعلان، طب ما هو هيرجع يتراجع. طب شاف النتيجه، لا، هناك كلام احلى وسخن وعايز يعني تجاوب وحب ياخد فكره قبل ما يتواصل معاك علشان يحجز الخدمه بتاعتك، في الحاله دي اللي هيحصل هيقوم رايح باصص هيزور السوشيال ميديا بتاعتك. وبالتالي فهي في الاخر كلها على بعض هي منظومه. فاحنا بنفكر في هذه المنظومه وبنقول والله ايه جزء منها اللي هيبقى شغال اورجانيك دوره، ان لما حد يروح يلاند على السوشيال ميديا بتاعتي ولا الويب سايت بتاعي يلاقي النوع ده من الكلام، وايه الحاجات اللي هيبقى دورها انها مدفوعه موجهه هنطلع بيها زي راس الحربه كده، ايه المهاجم بتاع الفريق. عندنا 2-3 مهاجمين هم ال2-3 فاريشنز اللي بنبتدي بيهم او اكتر يعني، ويجيبوا لنا بقى الايه الاجوان اللي احنا عايزين نحققها. فدي الفكره باختصار عشان ما يحصلش خلط او لبس ما بين فكره ان انا ايه الاعلان الممول. ما فيش يعني، نشيل كلمه اعلان ممول دي من دماغنا خالص. احنا بنتكلم في كامبين، يعني مجموعه اعلانات ممنهجه برسائل ممنهجه مع ليها اصول، احنا فاهمين كل واحده بتكلم مين، نطلع بيهم باعلانات مدفوعه. لكن الاعلان مدفوع في حد ذاته وهوش هدف خالص، هو الهدف اللي بيتقال جوه. هي دي النقطه.